السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم مع عزة فهمي واسرار المطبخ. هنبدأ بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح الفل، صباح الجمال، احلى صباح عليكم. صباحكم مشرق بنور الله. ان شاء الله النهارده كده اهوت هنبدأ أول يوم روتين في أيام الامتحانات، روتين جامد جدا. بس قبل ما أبدأ الروتين بتاعي واليوم بتاعي، حبيت أقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الجديد. يا رب يجعلها سنة سعيدة على أمة الناس أجمعين، ويجعلها كلها خير يا رب، ورزق على الناس كلها، ويفك كرب الناس كلها. طبعا النهارده أول يوم امتحان يا جماعة لأولادنا، فكلنا ندعي لأولادنا كده ربنا يفطم مخهم وينوره لهم، ويجعل لهم الصعب سهل، ويعدي الأسبوعين بتوع الامتحانات دول على خير. فالنهارده إن شاء الله هنعمل روتين كده مع بعضينا من الساعة 6:30 الصبح لحد آخر اليوم. هنعمل فيه حاجات كتير، فخليكم معايا لحد اخر الفيديو. بس لو اول مره تشوفوا القناه بتاعتي ما تنسوش تحطوا لي لايك وكومنت ودعوه حلوه منكم، ربنا يكبر بخاطركم ويرضيكي. انا تحطي لي كومنت دلوقتي وتعملي مشاركه لو الفيديو بتاعي عجبك، عشان خاطر كل حبايبك واصحابك في كل مكان يشوفوه ويستفادوا وانا كمان استفاد. وما تنسيش تعملي اشتراك للقناه عشان كل جديد انزله ان شاء الله يوصلك، وباذن الله القناه تعجبك. وايه، ويلا بينا نشوف اليوم بتاعنا. هنعمل بقى هنا السندوتشات. طبعا انا عامله العيش الشامي في البيت زي نزلت لكم الفيديو، وطبعا في ناس شافته، واللي ما شافوش الفيديو اللي قبل ده ان شاء الله هتلاقوا ايه العيش الشامي. طبعا يعني كل حاجه بقت غاليه، والعيش بقى قد اللقمه، الرغيف بقى مش بجنيه ونص وبقاش بوشبع. يعني انا عملت النهارده لاولادي عيش شامي، بنتي بتقول يا ماما انا واحد كلته شبعني جدا. يعني انا عايزه اقول لكم انا نزلت بس بالليل جبت بس 2 كيلو لبن، ومش مكمل، يعني مش مكمل اربع جبنه تركي وجبنه وبيفي. البيضه دي كانت عندي، يعني مبلغ وقدره وطلع. مش هقول لكم يعني جايبه بكام، كلكم بتصرفوا وكلكم عارفين العيشه صعبه والعيشه غاليه ازاي. فعلى قد ما نقدر بنحاول ان احنا نقتصد ون... ونظبط يعني يومنا، ونظبط ايه الامور بتاعتنا. فهنا بقى بصوا العيش الشامي كان في السندوتشات، اقسم بالله العظيم يا جماعه كان تحفه. والعيش ملحم وكان مشبع جدا، وطعمه حاجه حلوه كده انت بتاكليها. عجب ولادي جدا. فانا هنا هو عملت لهم سندوتشات، سندوتشات وهامله لهم الميه، واحط لهم الحاجه بتاعتهم في اللانش بوكس. وهينزلوا يجيبوا حاجه حلوه، لو في فاكهه احط لهم. بس زي ما اتفقنا يا ريت سندوتشات المدرسه بلاش البرجر، بلاش البانيه، بلاش الحاجات ديت يا جماعه. اي حاجه عايز تعملها لاولادك خليها واعملها لهم في البيت. احنا عارفين مدرسه هم مش طالعين رحله، سندوتشات جبنه ومع اي باكو شيبسي باكو بسكوت، وخلاص على كده ايه تمام. عايزه اقول لكم اصلا ان انا ابني بياخد الاكل بيرجع بيه تاني ما بياكلوش في المدرسه. يعني انا ابني بياخد الاكل معاه كروتين، ما اعرفش ايه السر، ما بيحبش ياكل في المدرسه خالص، ما اعرفش ليه. يعني اقول له حبيبي طب انت كده قلبك هيقف هيجرى لك حاجه، برضه مصمم. انا هنا بصوا بقى عملت لهم السندوتشات وهيشيلوها. جاهزين يا ابطال؟ جاهزين. ربنا معاكم ان شاء الله، ويجعل لكم الصعب سهل، ويجعل يومكم النهارده جميل. انتوا كل اصحابكم واخواتكم وكل الناس ان شاء الله يجعلوا يوم حلو، ويجعل الامتحانات سهله ان شاء الله. يلا بينا. سلام. هنا بقى كده انا نزلوا هيجيبوا حاجه حلوه، وهروح ايه اوديهم المدرسه وارجع. هنا بقى انا كنت وديتهم، وانا راجعه في الطريق بصوا بصور لكم الشارع، شكل الشارع والنخل والشجر، والمحلات بقى لسه قافله، والناس بقى لسه قايمه. بس محلات الخضار طبعا ما بتقفلش، في محلات معينه ما بتقفلش عندنا. بصوا بقى يا جماعه عربيه الفول دي الفول بتاعها تحفه. احنا في شهر العسل عند موقف الاتوبيس، بصراحه الراجل ده بيعمل حبه فول بجد من الاخر حلوين. هروح بقى كده هوت بقى الفرن، بما اني صحيت بدري قلت اروح اجيب عيش وبعد كده اروح، لان انا كان النهارده يعتبر يوم اتنين في الشهر، هيبقى الفرن زحمه جدا. عايزه اقول لكم رحت قعدت في الفرن ساعتين ونص، من الساعه 7:30 لحد الساعه 10 وربع. بس كان بصوا الفرن كان زحمه جدا، مش قادره اقول لكم. يعني وقفتهم وقفي لما حسيت ان ظهري وجعني ورجلي وجعتني وما كنتش قادره.
فهنا بقى هجيب العيش بتاعي. بصوا شايفين الطابور قد ايه. جبت طبعا العيش بتاعي بقى وطلعت. طبعا احنا مطرح ما كانوا ولادي بيذاكروا بالليل كل حاجه مكانها ما اتشالتش، في كل حته ورق، في كل حته مذكرات، بس ربنا يجعله بفايده وبالنجاح. تمام. فانا قلت بقى ارتب الدنيا وارتب كل حاجه قبل ما الولاد يجوا، وبعد كده نبقى نريح مع بعضينا سوا. مسكت بقى ايه الترابيزه بتاعتهم روقتها لهم. شايفين منظر الكنبه اللي بنقعد عليها، والترابيزه كانوا برضو حاطينها بيذاكروا عليها. كل ده بقى انا همسك الم لهم ايه. هحاول بقى انا اعمل ايه الحاجات اللي هم امتحنوا فيها، هلمها في بعضها واركنها على جنب، مش هحط كله على بعضه. هنا بصوا بوريكم يعني بجانب الكتب الخارجيه اللي احنا بنحلها وبنجتهد فيها، برضو عامله لهم مذكرات المتميز. والله مش مقصره معاهم في اي شيء، كل حاجه بيطلبوها بعملها لهم. بس يا رب يوفقهم ويجعله بالنجاح، ويفطن مخهم ايه وينوره لهم. بصراحه يعني انا حاسه ان انا مضغوطه جدا اليومين دولت بسبب الامتحانات والمذاكره، لان تعتبر في مواد احنا مش بناخد فيها دروس. بالتالي بقى انا بقعد اذاكرها لاولادي بشرحها لهم وبحفظها لهم وبسمع لهم، وبديهم عليها اسئله طبعا ملهاش كتب. بطبع لهم حاجات من على النت وبعملها لهم. خلاص. فايه ومخلين ايه يعني، يا ريتهم كمان مخلين الرياضه والانجليزي كل يوم لوحده، كل دي ماده لوحده. لا، حاطين لي رياضه والانجليزي مع المواد اللي هم مش بياخدوا فيها دروس ولا بيدرسوها اصلا، اللي هو التكنولوجيا والمهارات دي، الحاجات دي كلها. فربنا ان شاء الله المعين ان شاء الله هيعيننا ان شاء الله، هنذاكروهم وهيعدوا على خير باذن الله. فانا قلت ايه اروق الصاله الصغيره كده، واروق الريسبشن، واروق المكان اللي هم بيذاكروا فيه، عشان لما يجوا يفطروا ويريحوا شويه ويبتدوا مذاكره، اكون انا شغاله بقى ايه في الاوض وفي المطبخ وفي في الحمام، ولا هم يعطلوني ولا انا اعطلهم. مع اني اصلا اليومين دول انا ولا عارفه اروق خالص، ولا عارفه اعمل اكل، بسبب اللي انا قاعده وعيت بيهم، قاعده بشرح، قاعده بسمع، قاعده يحلوا امتحانات وبعلم. مش عارفه بصراحه اعمل اي حاجه. فالنهارده بصراحه عملت حاجات ياما، بس مش هينفع انزله لكم في فيديو واحد، هيبقى كتير. فانا هنزل لكم ايه نص الفيديو النهارده ونص الفيديو ايه مره تانية. هنا بقى جبت الكنبه بقى، شلت كل الكفر اللي عليها والدراعات، وعدلتهم ونفضت وعدلت الشلت من تحت، وهمسك الكنبه كده هفرشها، وهرص لهم كل الورق والمذكرات بتاعتهم اللي امتحنوا فيها اشيله، واللي لسه ما امتحنوش. يعني احاول ارتب على قد ما اقدر، مع اني كل ما ارتب بنتي تيجي تقعد تقول لي ايه انت بتضيعي لنا الورق، وهي بتبقى شايلاه في مكان تاني وناسيه. هنا بصوا انا روقت الكنبه، هحط عليها الشيلات بتاعتها، وهروق الشفونيره، وهظبط ايه الصاله الصغيره. انا اهم حاجه عندي الصاله الصغيره والريسبشن، لان هم دول الداخله، والناس كلها اي حد داخل طالع بيعدي عليها. هنا كده اهوت بقى انا فتحت الستاره، قلت بقى عشان النور والهواء والشمس يخشوا والدنيا تتهوى، هفتحها كده وهعدلها، وهدخل بقى على الريسبشن. كده هو الريسبشن ما فيهوش حاجه يعني، بس هو ورق، السفره مليانه ورق والترابيزه مليانه ورق، لكن بقيه الريسبشن بصراحه مترتب ما فيهوش اي حاجه خالص. هنا بقى هاخد الورق اللي هم كاتبين فيه ملهوش لازمه هرميه، والورق الفاضي بتاع الدروس هحطه في قلب الرزمه بتاعته يعني، واشيل لهم بقى ايه الدباسه والحاجات بتاعتهم على الترابيزه بتاعتهم، واخلي ايه السفره فاضيه. انا مش حابه ان انا في كل مكان كده يبقى فيه ورق وفيه حاجات. وكنت غاسله الاطباق ديت وسبتها تتصفى في المطبخ، وكنت مش فاضيه بالليل، فرحت جبتها حطيتها على السفره، هشيلها برضو في النيش. في بصوا هناك برضو كده ورق، يعني كل حته ورق. وعايزه اقول لكم اللي في اوضتهم في ورق بس أنا ما وريتهولكمش، وفي اوضتي في ورق مش عارفه. يعني من كل ما يخش يذاكروا في حته ياخدوا حبه حاجات معاهم يركنوها جنبهم، حبه حاجات ويركنوها جنبهم. انا مش عايزه اضغط عليهم او اضايقهم اليومين دول، لان هم مضغوطين جدا، وبصراحه هم تعبوا قوي وبيتعبوا، مش عارفين يعيشوا اللحظه بتاعتهم، مش عارفين يعيشوا يومهم، مش عارفين يحسوا بطفولتهم اصلا. بس ايه يعني الحمد لله، نعمل اللي علينا والباقي على ربنا. طبعا شلت كل حاجه من مكانها، شلت كل حاجه من مكانها، و... وايه بكنس دلوقتي باكت، هكنس الريسبشن وهكنس الصاله. طبعا واليوم بتاعي لسه فيه، هنضف الحمام وهعمل الاوض، وهخش اعمل المطبخ وهعمل غدا. بس حسيت الفيديو هيبقى كبير شويه، ما رضيتش ايه اطول الفيديو عليكم. طبعا الجزء ده عملته كده وريته لكم. فطبعا لو وصلتي بقى لحد هنا ما تبخليش عليا بالكومنت والدعوه الحلوه واللايك والاشتراك لقناتي، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.